اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة بقى معانا وصفة سهلة جدا وخفيفة كده ومفيدة. معانا كبدة طبعا، بنعملها بتغيير، كل مرة بنعملها بطريقة شكل علشان الولاد يحبوها وياكلوها. النهاردة بقى معانا وكده حطينا فيه مكعب سمنة حلو. معانا اهي السمنة، تقريبا لسه ما كنتش حطيت تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، حطوا اللايك كده على طول. وبشكر كل الناس الجديدة اللي دخلت القناة، شرفتوني ونورتوني، ومبسوطة جدا ان انتم متواجدين معايا وبتنسونيش في اللايكات. معانا هنا بقى السمنة حطيناها سخنت عشان الوك كان على النار، كان سخن. وهننزل ببصلتين كده حلوين مفرومين في الكبة، وهنبتدي نحمرهم. هندبل البصل معانا قوي او هنديله زي نص تحميرة علشان خاطر عاوزينه مستوي كويس معانا. هندبل البصل كويس جدا ونرجع تاني، غمضوا وفتحوا كده هتلاقوا البصل دبل معاكم. او بصوا كده البصل دبل، حتى الوك اتلسع، ده شيء طبيعي يعني. ومعانا هنا بقى كده حلة تانية فيها مكعب زبدة حلو برضو كده. هنا بقى هنحط على البصل اول حاجة هنحطها، نحط اللي هي الكلاوي. الكلاوي القلب هننزل بيه الاول في البصل ونشوحه كويس جدا في البصل، علشان ده بياخد سوا عن الكبدة. طبعا الكبدة بنحطها 3-4 دقايق، اقصى حاجة 5 دقايق، وبنطفي عليها بتكون استوت. الكبدة ما بتاخدش سوا على النار، لان هي لو قعدت وقت كتير على النار بتجمد. تيجي تقطميها كده تلاقيها جامدة معاكي، زي الكبدة الجملي، فما بتبقاش حلوة. فكل ما بتبقى وقت التسوية بتاعتها قليل، كل ما بتبقى احلى وبتبقى بخيرها كمان اكتر، ويبقى فيها فايدتها زي ما هي. هنشوح الكلاوي كويس جدا في البصل انا مكتره البصل، كانوا وصلتين تقريبا او 3 كبار حلوين كده، علشان خاطر انا هعمل جنب الكبده دي رز ابيض كده زي ما انت شفتوا في اول الفيديو، علشان الولاد تحط البصل كده على الرز وتعرف تاكله. هنحط بقى فلفل اسمر معانا وبهارات، اللي هي السبع بهارات، 7 بهارات نطرة بسيطة، مش بحب اكترها. وهننزل بقرن فلفل سبايسي كده، كان حراق طبعا. زي ما قلت لكم يعني كل شوية بنغير في الأكلة، بنبتكر حاجة احنا مش شرط تكون هي دي الوصفة بتاعتنا كاملة، فاهميني؟ علشان خاطر نغير في الأكل لولادنا، علشان خاطر تعجبهم ويرضوا ياكلوها. حتى لو الولاد كانوا كبار، يعني احنا كده قطعنا قرن وبنقطع القرن التاني، حتى لو الولاد كانوا كبار برضو بيحبوا التغيير في الاكل، علشان خاطر ما يزهقوش من نوعية الاكل اللي بنعملها له. هنحمر بقى كده قرنين الفلفل دولت، او هنشوحهم مع الكلاوي. زي ما قلنا كانت الكلاوي وكانت قطعة من القلب، هنديهم تشويحة حلوة محترمة كده. هنا بقى كده كنت غسلت الرز، والرز انا هعمله ابيض فهشوحه كله. ولعنا كده بقى على السمنة، والسمنة ابتدت تسيح، وهننزل بكمية الرز الابيض ونشوحه، لان احنا هيبقى رز ابيض، هنشوحه تشويحة حلوة كده محترمة لحد ما يعمل صوت معانا. طبعا هو الفيديو دوت كان نازل بصوته الاصلي، بس معلش بقى يعني جه في الاخر ظهر صوت اطفال كده شوية، فاضطريت احط عليه الصوت، اضطريت اسجل عليه المقطع بتاعه. كمية الرز بقى طبعا، ونبتدي نشوح فيها، ونشوحها تشويح كامل لحد ما الرز ينشف معانا خالص من المية اللي فيه، ويبقى الرزاية كده زي ما بيقولوا الرزاية برزتها كده، علشان خاطر يبقى مفلفل معانا وجميل.
اهو كده اتشوح الرز معانا، حتى بصوا هنا كده اهو لونه اتغير. بصوا اتشوح تشويح حلو يعني. هنبتدي بقى ننزل عليه بالمية السخنة. لو عندك شوربة زي يعني اسقيه شوربة برضو بيبقى حلو. مفيش شوربة اديله مية سخنة، مية مغلية كده سخنة. كل ما بتسقي الرز شوربة سخنة او مية سخنة بيستوي معاكي بسرعة، ما ياخدش وقت ويبقى احسن ليكي. هننقله بقى على عين تانية، نقلعنا العين الاصغر اللي جوه. وهنا كده ادينا كوباية مية للبصل، وهننزل بالكبدة. ادينا كوباية مية عشان الكبد، عشان الكلاوي والقلب يستووا كويس. وهننزل بالكبدة بتاعتنا علشان برضو تستوي. هنا كده الرز كنت وطيت عليه، نقلته على العين التانية وكنت وطيت عليه. هنا كده بنحط الملح، نظبط الملح بتاعنا. وهنقلبها كويس جدا في الملح. وبعد كده ننزل بالكبدة بتاعتنا. طبعا كبدة بلدي يا جماعة، فيعني نظيفة وزي الفل، ما فيهاش زفارة ولا اي حاجة. هنقلبها كويس قوي وتغلي كويس مع بعضه. ولما تستوي ندوق الحدق برضو، لو حابين او محتاجين ملح تاني هنزودها، مش محتاجين هتبقى هي تمام كده. وصفتنا النهاردة بسيطة جدا، ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهاش اي حاجة. كبدة بالبصل عادية جدا، مش كبدة اسكندراني، كبدة بالبصل سويناها وعملنا جنبها شوية رز ابيض. وهنا برضو الرز كان كده استوى معانا. وهنا الكبدة بتاعتنا اهي غليت كويس، وهنشوف الحدق بتاعها. لو كده هنزود لها ملح زي ما قلت لكم. لو مظبوطة وتمام يبقى كده هنبتدي نغرف الاكل بتاعنا. غمضوا وفتحوا هتلاقوني غرفت. هنا بقى كده كنا غرفنا، الولاد ما كانوش موجودين وكان في بس اتنين اللي هيتغدوا. غرفنا الكبدة بالبصل كده، كانت سخنة، بصوا البخار طالع منها. بجد كان طعمها حلو قوي، ما فيهاش اي افتكاسات جديد خالص يعني. والرز كان طعمه خطير بجد، عجب الولاد قوي. فيديوهاتنا سهلة وبسيطة، ويا رب تكون خفيفة كده على قلوبكم، ويا رب اكون بعرف اوصل لكم فكرتي بسهولة وببساطة. ومتنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، ومتنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم ليا ولكم بالمثل يا رب. ليه كده؟ اللهم امين. دعوة حلوة لكل ولادنا، لكل الطلاب اللي بيمتحنوا اليومين دولت، ربنا معاهم هم يا رب، وكل اللي زيهم. كان عاوز يكنسل الكورس، اصل انا لا بس احنا سألتهم انتوا هتاخدوا بنكنسل ايه، فانا لقيتهم برضه ايه كده هياخدوا اقول دراسة حاجة انا ايه ونظام واخدها ان قبل شاء الله. كده. الدنيا زحمه ومش زحمه وما شاء الله مم. مشبعة يعني، ماشي. عجبت الولاد جدا في نور وعجبت الصالة. باباهم كمان. واشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، ولايكات كتير منكم فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.